السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل مع بعض القرنبيط بدون بيض، بدون ما يشرب زيت، زي ما عملناه قبل كده مع بعض. عملناه ببضاية واحدة، هتلاقوا الفيديو موجود عندكم على القناة، ببضاية واحدة بس، وكان مقرمش وكان فظيع جدا جدا يا جماعة. برضو هنعمله النهاردة بس بدون بيض بقى، مش هنحط له ولا بيضاية خالص، وهيطلع برضو مقرمش وهيطلع معاكي جميل جدا. وهقولك كمان على اللون القمر اللي انت شايفاه ده، وشايفين ما شاء الله من قلبي كمان مش معجن ولا اي حاجة. تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعنا. بس اللي اول مرة يشوف القناة بتاعتي ولسه ما اشتركش فيها، يا ريت يشترك ويفعل الجرس علشان يوصل له كل الوصفات اللي هنزلها. وما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، وما تنسوش تكتبوا لي يا جماعة في التعليقات. تعالوا بقى هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا كنت سلقة القرنبيط، حطيت مية على النار، حطيت فيها معلقة ملح، حطيت كمان معلقة من الكركم علشان تدوني اللون الأصفر الجميل اللي انتوا شفتوه. وكمان حطيت معلقة من الكمون، وحطيت حوالي معلقتين من اللبن أو الحليب يا جماعة. بيمنع أي ريحة في القرنبيط. تمام. والفيديو اللي أنا كنت عاملاه معاكم قبل كده هتلاقوا برضو طريقة السلق موجودة في الفيديو. تمام تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. جبت كده هنا طبقين، حطيت في كل طبق حوالي نص كوباية من الدقيق، على حسب بقى الكمية اللي انت هتعمليها. حطيت كده نص كوباية دقيق، وحطيت الطبق التاني برضو شوية دقيق، وحطيت عليهم معلقتين كبار مليانين هرمية يا جماعة. النشا اهم حاجة. المعلقتين اللي بتحطيهم حطهم معلقتين كبار هرمية كده، يعني ما تبخليش في النشا. النشا هو اللي بيديله قرمشة وبيمنع ان هو يمتص معاكي الزيت وانت بتقليه. تمام. الطبق بقى ده هحط فيه طبق منهم، هحط فيه هحط فيه ملح، هحط فيه بابريكا، هحط فيه كمان كزبرة ناشفة، هحط معلقة كمون، وهحط ملح، وهحط كركم. تمام، مش هحط اكتر من كده. والطبق التاني برضو تبلته نفس التتبيلة، اللي هحطه هنا هحطه هنا. يبقى كمون، كزبرة ناشفة، ملح، كركم، وكمان البابريكا. هتديلها اللون الجميل يا جماعة اللي انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. تمام. وحطيت بقى كمان نص معلقة صغيرة مش مليانة من البيكنج باودر في الطبق اللي هو الفوشيا اللي قدامكم ده. وحطيت كمان حوالي كده على طرف المعلقة من البيكنج باودر الكربونات او البيكنج صودا. تمام. يبقى نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من الكربوناتو، وهبدأ اضيف عليهم المية بالشكل ده. لاحظوا ان انا ما حطيتش بيض يا جماعة، انا مش هعمله ببيض. تمام. حطيت بقى المية، حطيت كده حوالي كوباية مية. تمام. وقلبي بقى كويس جدا كده لحد ما الخليط يتجانس مع بعضه. بعد كده حسيت ان هي تقيلة شوية، زودت حبة مية. اهم حاجة مش عاوزينها لا خفيفة قوي ولا تقيلة قوي، بتبقى كده ايه متوسطة. وكمان هحط معايا يا جماعة معلقة كبيرة كده من الثوم المفروم. انا متفرز عندي حطيت حتة، لو انت مش عندك متفرز ممكن تحطي كده حوالي معلقة صغيرة مليانة من الثوم الفريش. وكمان حطيت ثوم بودر. تمام. وبدأت نزلت كده بشوية خضرة، حوالي ربع كوباية من الخضرة المشكلة بقى، شبت على كزبرة على بقدونس. لو مش بتحبي حاجة منهم ممكن تستغني عنها. وبدأت ضفته زي ما انتوا شفتوا كده، وقلبته كويس وركنته على جنب. وبدأت جبت الطبق التاني بتاع الدقيق والنشا برضو اللي حطيته، وقلبته كويس جدا. تمام. هبدأ بقى اجيب القرنبيط بتاعي. طبعا ما كنت بقى مقطعاه كده ايه قطع صغيرة، ما تقطعوش قطع كبيرة علشان خاطر ما يبقاش الحتة كده تقيلة معاك. حطيتها كده في الدقيق. تمام. وبعدين حطيتها في الدقيق في العجينة السايلة. وهنا طبعا المعلقة السحرية يا جماعة اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، حطيت كده نص معلقة صغيرة من النشا في الزيت وهو سخن. واهم حاجة يا جماعة تنزلي بزيت غزير. هجيب بقى واحدة تاني حطيتها في العجينة السايلة. انا الاول كنت حطيتها في الدقيق وبعدين رجعتها في العجينة السايلة، لا هنحطه في العجينة السايلة الاول، وبعدين هنبدأ نحطها في الدقيق بالشكل ده. وهقلبها شمال ويمين، مش اكتر من كده.
تمام. اهم حاجة يا جماعة الزيت يكون غزير ويكون سخن جدا، وننزل بالقرنبيطة بتاعتي علشان خاطر الزيت يبقى مالي كده حتة القرنبيطة ومغطيها كلها، وتبدأ تاخد معاك الكفر بسرعة جدا. تمام. مش عارفة الكاميرا ايه اللي حصل فيها، ما علينا. هنزلت بقى هنا كده وزي ما انتوا شايفين بالقرنبيط بتاعي، وهتسيبيه بقى لحد ما ياخد لون، ما تحركوهوش قبل ما ياخد لون من تحت علشان خاطر ما يتهرش معاك، والكفر كمان ما يقعش من عليه. بجد يا جماعة ريحته كانت جميلة جدا، وعايزه اقول لكم يعني انا عيالي ما لهمش اصلا، ما بيحبوهوش قوي، بس بجد اكلوه بالهنا والشفا، كان يعني فظيع. شايفين اللون؟ والله الكاميرا فعلا كانت ظلموه. بصوا، ومقرمش جدا جدا جدا، اكننا بصوا حطله فعلا بيض، لان البيض برضو بيدي قرمشه، او بيدينا كده زي هشاشه كده للحاجه. شايفين يا جماعه اللون بتاعه بجد جامد جدا. لو لسه بقى لحد هنا محطتيش لايك، يا ريت تحطي لايك للفيديو، وما تنسيش كمان تكتبي لي التعليق. بصوا عامل ازاي، ده طبعا شكله. شايفين يا جماعه الحته ماسكاها ما شاء الله عامله ازاي في ايدي، مقرمشه جدا جدا جدا. وشايفين اللون؟ الطعم بقى يا جماعه انتوا اللي هتحكموا بنفسكم. يا ريت يكون، يا رب ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا له لايك، وكمان ما تنسوش تعليق حلو منكم يا جماعه، ماشي؟ اللي بيكسل يحط لايك يحط لايك، بتتفرجوا على الفيديو ما بتحطوش لايك. حط لايك للفيديو. يا رب يكون عجبكم الفيديو، بألف هنا على قلبكم.